السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كراكم الشيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة صابلي بجميع اسراره. يدوب في الفم. وثاني طريقة اللي تقعد لكم السكر كلاص في الوجه، غادي نعطيك جميع اسرار باش تنجح لك. هنا درت 200 غرام زبدة، يعني اي مارغرين تبغيها. درت 4 مغارف تاع السكر الناعم، والسكر نتوما ثاني تحكموا فيه، يعني ديروا على حسب الحلاوه. وهنا جبت 4 مغارف تاع الكاوكاو، وانا كنت قليته غايه وطحنته وخليته يبرد. درت 4 معالق، وانتم تنجموا تكثروا ولا تقلوا ولا ما ديروش كاع. ودرت 2 حبات تاع البيض. غادي نضربوا كاع هاد المكونات مع بعض حتى يولوا لنا كريمه. غادي نجيبوا البول تاعنا اللي نخلطوه فيه، نجيبوا هذيك الكريمه تاعنا. صدقوني الا درتوه بهذه الطريقه غادي يجي بنين بزاف. وغادي نضيفوا الفرينه حتى تلمع لنا عندنا عجينه. هنا اللي تبغي لا ليفور دير رشه بلا ليفور. انا لا ليفور ما نستعملهاش في الحلويات بزاف، يعني قليل شويه نستعملها. واللي ما تبغيش ما ديرش كيفي انا ما نديرش، خاطر انا كي نخلط هاد المكونات ديجا انا البيترا راهي يهويلي في الخليط تاعي. ما نستحقش ليفور. غادي نلمدوا العجينه تاعنا تكون متماسكه وفي نفس الوقت طريه. بالصابلي القديم كي كنا نديرو في تاع الرشمه قلت لكم العجينه ماشي تيبسوها، ما تخلوهاش تتلاصق، ما تخلوهاش طريه كيما دروك، باش الرشمه تاعكم ما تنطبع لكم في الساعه وما ديروش لاقارين. هنايا العجينه تاعنا خليناها طريه شويه كيما راكم تشوفوا، لكن ما تلصقش في اليد. قلت لكم كي ديروا العفسه اللي تضربوا بها في البيتنا ولا الباتور غادي تخفف لكم العجينه تاعكم. واللي ما عندهش لا بيتنا لا باتور يدير بيده ويدير رشه الخميره باش تعطيك هذيك تهوي لكم لاباط تاعكم. هنا نطبعوا باي مول تبغوه. انا راني شاريه هذا الباك تاع المول فيه بزاف اشكال، يعني كل وحده واش تبغي لا كوموند تاعها ندير لها. ونديروه في الفرن يطيب، نحمروه من تحت. وهنايا هو حامي نديروه نجبدوه على خوته اللي يكونوا مبلعين ونرشو بالسكر غلاس. ما ديروش فرينه، ما ديروش هو حامي يذوب لكم السكر غلاس تاعكم. غير قد ما توخروه في بلاصه واحده اخرى ديروا له السكر غلاس، يعني هو دافي، يعني ماشي دافي تروح له غير ديك الحمى نتاع الكوشه. رشوه تقعد سكر غلاس لاصق فيه، يعني ما يطيلكمش. وانا هنا درت شويه تاع الكونفيتور ولصقوا الحبات تاعنا. حمروا الصابلي تاعكم مغايم من تحت، اللي تبغي تحمره من الفوق شويه تحمره. ونكملوا كاع الحبات تاعنا بنفس الطريقه. الصابلي يجي بنين كثر كي يديروا فيه الكاوكاو من الداخل يجي بنين بزاف. وهذه هي الطريقه ثاني تاع السكر الناعم. كاين بزاف اللي تقول لك لا ندهنه بالكونفيتور ونرشه، لا هو حامي ديري له كيما درت له انا. هاي الوصفه تاع اليوم وجدت معنا، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونتلاقوا في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.